السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. معكم قناة اسرار الطبخ. اليوم غنهنيكم من شراء دانون. تابعوني باش تعرفوا على طريقة تحضير دانون في المنزل. قبل ما نبداو ما تنسونيش من لايكاتكم وانضموا لحسابي اسرار الطبخ باش يوصلكم دائما جديد الوصفات والشيوات اللي كنشارك معكم، دائما في إطار تحضير الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية. كذلك في إطار تحضيرات الشهر الكريم كنقترح لكم وصفات سهلين وسراع ما تيطلبوش منكم الوقوف مدة أطول في المطبخ، منها عصائر ووجبات سريعة. اليوم غنقترح لكم دانون كيجي أكثر من رائع قواما ومذاقا، ما تشبعوش منه ومعتمد عندي منذ سنين. نتمنى يروقكم وما تبخلوش عليا بلايكاتكم. نبداو على بركة الله بالمكونات وطريقة التحضير. عندي في المقادير ساشي ديال لافاني، دانون بنكهة الموز، لتر من الحليب، 4 المعالق ديال السنيدة. كناخدو جبانية كنصبو فيها دانون بنكهة الموز، ضروري يكون عاقد. هاد النقطة جد مهمة، ضروري أن يكون دانون عاقد، والنكهة حسب الذوق. كناخدو ربع لتر من الحليب تقريبا، تدريجيا كنصبوه. كنحاولوا نتخلصوا من الكتل ديال دانون بالتحريك جيدا، كنحركوا جيدا. كنوضعوا ساشيه ديال لافاني على الخليط وكنحركوا مزيان باش كنتخلصوا من الكتل ديال دانون. ضروري كنحركوا مزيان باش كنتخلصوا من الكتل ديال دانون. كنحاولوا نتخلصوا من الكتل ديال دانون اللي عندنا في الحليب ونمزجوا مزيان الحليب مع دانون. المزيج ديال تقريبا ربع لتر من الحليب ودانون ولافاني كنحطوه جانبا، وكناخدو كاسرولة كنوضعوا فيها ما تبقى من نصف لتر اللي استعملناه، وكنصبوا عليها كذلك النصف لتر تاني. كنضيفوا الحليب اللي في الكاسرونه 4 المعالق ديال السنيده، والسنيده كتبقى حسب الذوق، ممكن تستعملوا 3 المعالق ديال السنيده على حسب الذوق. كناخدوه باش يطيب، كنخليوه على النار حتى كيوصل لمرحله الغليان وكنطفيو عليه. بعد ما كنطفيو عليه كنحطوه في سطح العمل وكنحاولوا نبردوه شويه. كنحاولوا نوضعوا الاصبع ديالنا في الحليب، الا قدرنا نستحملوا درجه حراره الحليب كيكون جاهز للمرحله التاليه. بعد ما كنمزجوا مزيان الحليب مع دانون ولافاني كنصبوه على الحليب الساخن وكنحركو مزيان باش كينسجموا العناصر. كناخدو الكوكوط كنسخنوا فيها القليل من الماء. بعد ما كنمزجوا الخليط جيدا كناخدو الكؤوس باش كنصبوا فيهم دانون. كنصب دانون في الكؤوس وكنوضعهم في الكوكوط اللي سخنت فيها القليل من الماء.
بعد ما كنتهي من وضع الكؤوس في الكوكوط، كنسد على الكوكوط وكندير لها الصفارة وكنغطيها بالمانطا وكنحطها فوق شي سداري ولا فوق شي فوتوي، مهم مكان ساخن. لتعم الفائدة، بارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم وأقاربكم وانضموا لحسابي أسرار الطبخ باش يوصلكم دائما جديد الوصفات والشهيوات اللي كنقدم لكم. هذا هو القوام ديال دانون، كيجي أكثر من رائع وأوفر بكثير من اللي كتشريو من المحلات، على الأقل اقتصادي، دايرينو في المنزل ما تشبعوش منه. حتى لهنا وصلت معكم لآخر مرحلة في الفيديو. كنجدد الترحاب بالناس اللي انضموا ليا جدد، كنقول لهم مرحبا وألف مرحبا، الدار داركم. نتمنى ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو باش نعرف أن المحتوى أو الفيديو نال الإعجاب ديالكم. حتى لهنا كنكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، كنضرب لكم موعد في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.